عنه نادي الزمالك وصحفيين نادي الزمالك لا هو عيب على الكرة المصرية وعيب على اسم نادي الزمالك. وانا كواحد اهلاوي وبطلع اتكلم في معلومات وحاجات عن النادي الاهلي او عن الكرة المصرية عموما، مش النادي الاهلي خصوصا يعني، لكن انا مشجع للنادي الاهلي. بقى انا بحترم نادي الزمالك جدا، ولكن ما يفعله نادي الزمالك الان يقلل من احترام جميع نادي الزمالك. نادي الزمالك زي ما الناس عارفة طلب حكام اجانب لمباراة سيراميكا ونادي الزمالك. طب ماذا فعل نادي الزمالك؟ نادي الزمالك اعتذر عن الحكام الاجانب. اعتذر؟ طب اعتذر ازاي؟ قال لك معناش فلوس. الاستاذ ممدوح عباس، ودي معلومه من الكنترول، الاستاذ ممدوح عباس ارسل الى نادي الزمالك ايميل بيقول فيه ان انا نقدر ان احنا ندفع احنا الفلوس، اتحاد الكوره يدفع فلوس الحكام الاجانب دلوقتي، والفلوس اللي هتجيلكم من الكونفدراليه انتوا كده كده جايلكم 2 مليون. تمام، 2 مليون دولار. حتى لو خسرتوا البطولة، لا قدر الله يعني، لو خسرتوا البطولة ندفع احنا دلوقتي. وهي قصة 135 ألف دولار. 35 ألف يعني رقم مش كبير بالنسبة ل 2 مليون دولار. قال لك لا، وإعلام الزمالك يطلع النهاردة ويطلع امبارح يقول لك إيه ده؟ التحكيم المصري هيكون في صالح نادي الزمالك وبيفوت لنادي الزمالك. طب عيب يا جدعان، احنا لسه بنتكلم واعلاميين كبار وصحفيين كبار، احنا لسه بنتكلم في الظلم التحكيمي، والزمالك طالع يشيد بالتحكيم، والزمالك يقول لك التحكيم ومش التحكيم. انتوا طالعين تقولوا احنا اكتر ناس اتظلمنا من التحكيم، والنهارده بتقولوا التحكيم بيفوت نادي الزمالك. اين المصداقية في الكلام؟ خلي عندكم مصداقية. وفي الاخر بتتريقوا علينا احنا عشان خاطر احنا نقول كلمة الحق. الاهلي وحش بنقول وحش، الاهلي حلو بنقول حلو. طلعنا وقلنا ضربة جزاء، وطلعنا وقلنا السموحة لضربة جزاء. يجب أن يكون هناك حق في الكلام، ويجب أن يكون هناك ثبات في الكلام وثبات على موقف وهناك مبدأ. لكن ما يفعله إعلاميين وصحفيين الزمالك الآن وهو بلا مبدأ، هم ماشيين بمبدأ لا مبدأ أصلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.